عايز تعمل حسابات جوجل بلا حدود؟ الحل سهل وبسيط. تابع معانا الشرح وركز كويس جدا. ولكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك جميل وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. السلام عليكم، معكم طارق جهاد، وزي ما سمعتوا في مقدمه الفيديو النهارده جايب لك الطريقه السحريه اللي تقدر تستخدمها علشان تعمل حسابات بلا حدود من جوجل. وعلشان تعمل ده لازم تختار طريق من 4. اول حاجه عندك اكتر من جهاز. تاني حاجه عندك جهاز قديم راكنه على جنب. تالت حاجه اسمها الواجهه التانية. واخيرا حاجه اسمها بيئه العمل او المحاكي، ودي بتبقى من خلال الكمبيوتر. وعلشان تنجح في اي طريق من الطرق الاربعه لازم تحط قدام عينك معلومتين مهمين جدا. اول حاجه الاي دي، وده خاص بمعلومات الجهاز اللي انت بتستخدمه وبيتغير بتغيير الجهاز او اعادة ضبط المصنع او انشاء واجهة تانية او انشاء بيئة عمل جديدة. تاني حاجة الاي بي، ودي خاصة بالشبكة اللي انت متصل بيها، ولازم تتأكد ان انت مغير الاي بي مع كل 5 حسابات بتنشئهم. طريقة تغيير الاي بي سهلة وبسيطة جدا. لو انت بتستخدم شبكة واي فاي كل اللي عليك بس هتعمل اعادة تشغيل للراوتر. ولو انت بتستخدم شبكة موبايل وعامل نقطة اتصال فالموضوع سهل جدا. كل اللي عليك هتعمل وضع طيران للشبكة اللي انت فاتح منها الداتا، وهترجع تلغي وضع الطيران تاني هيتغير. الطريق الثالث الواجهة التانية، ودي للأسف مش متوفرة في جميع الأجهزة. طبعا مش موجودة خالص في موبايلات سامسونج وفي بعض الموبايلات التانية، وطبعا مش موجودة نهائيا في موبايلات الايفون. هتلاقيها غالبا في الموبايلات الصيني، شاومي، ريدمي، ريلمي، بوكو، ممكن كمان اوبو. ففي الموبايلات الصيني بمجرد ما بتدخل للاعدادات عندك كده وتبدأ تدور في الاعدادات هتلاقي عندك اختيار اسمه الواجهة الثانية. وطبعا لو مش ظاهر عندك او مش عارف توصل له ممكن تكتب بس في البحث كده الواجهة الثانية وهتظهر معاك، وبطريقة سهلة وبسيطة وبكام اختيار كده سهلين خالص تقدر تنشئ موبايل جوه الموبايل. طيب كده احنا غيرنا الاي دي. لما بتدخل على الواجهه الثانيه انت داخل في معلومات اي دي مختلفه عن الجهاز الاصلي. الطريق الرابع بيئه العمل او المحاكي، والطريق ده خاص بالناس اللي بتستخدم البي سي او الكمبيوتر. طيب تقدر تعمل الموضوع ده من خلال طريقتين: المحاكيات، وهتلاقي عندك انواع كتيره من المحاكيات تقدر تحمل اي محاكي وتبدا تجرب وتستخدم وتعمل من خلاله حسابات جوجل. وكمان في طريقه اقوى وامن وهي بيئه العمل، تقدر من خلالها تثبت بيئه عمل كامله للاندرويد من خلال انك بتجيب سورس اندرويد اصلي وتبدا تثبته داخل بيئه العمل دي. وفي برامج كتيره ومن اشهرها برنامج VMware بيديك مساحه وتحكم سهل لانشاء بيئه العمل. وبس كده زي ما انت شايف قدام عينك، بعد ما اخترنا طريق من الطرق الاربعه وهي اعاده ضبط المصنع وبدانا نعمل حسابات زي ما انت شايف. انا عامل حسابين وهبدا ادخل دلوقتي واسجل دخول، اكتب الاسم والاسم الثاني وكمان اكتب معلومات تاريخ الميلاد والجنس، وبعد كده هنبدأ نكتب الايميل والباسورد. ومبروك، الحساب كده تم انشاؤه من غير ما يطلب مني رقم موبايل نهائي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب يكون الشرح عجبكم ويا رب تستفيدوا من الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلام.